مرحبا فيكم فيديو جديد. كيفكم؟ اشتقت لكم ان شاء الله، يا رب تكون وصفاتي بتعجبكم. اجيت لكم اليوم بوصفه جديده اللي هي قراص السبانخ، عشان هلا موسم السبانخ، يعني عن جد شوفوا السبانخ الفريش. بدي اعملكم قراص السبانخ بطريقه كتير زاكيه. أما مكونات وصفتنا لليوم، حنحتاج للعجينة عنا اللي هو طحين، وعنا اللي هو ملح وسكر وشوية خميرة وبيكنج باودر ونشا ومي للعجين. والمكونات الثانية اللي عنا اللي هي للحشوة، اللي هي عبارة عن سبانخ أنا غسلته وفرمته، وعنا بصل، وعنا ليمون، وعنا سماق، وعنا ملح، وعنا شطة، هذه طبعا حسب الرغبة، طبعا هذه الشطة شغلي أنا طحنتها، وعنا زيت الزيتون اللي هو أساسي في أكلتنا لليوم. أول خطوة بوصفتنا لليوم بدنا نجهز العجينة. بنجيب ظرفين لطحين، أنا استعملت 2 كيلو طحين، للناس اللي بتحب تعمل كيلو طبعا بتقسم الكمية على 2. بنحط ظرفين طحين. هلا انا بحط تقريبا معلقه ونص كبار نشا لكل ظرف، يعني هون عندنا 3 معالق نشا كبار. طبعا حتقولوا ليه النشا؟ النشا عشان يعطي هيك قرشه صغيره في العجينه، ما تكونش هيك معجنه، بتكون بتقرش زي الجلاش. بعد ما حطينا النشا بنحط معلقه كبيره ملح، ويا دوب معلقه صغيره خميره. هاي الوصفه ما بدها خميره بس عشان ما تكون كتير ناشفه، وعندنا برضو معلقه صغيره سكر بنحطهم على الوصفه. وعندنا بنحط هون ظرف بيكنج باودر. طبعا ظرف بيكنج باودر انا حطيته لظرفين طحين، لكن ظرف طحين بدكم تحطوا نص الكميه. حطينا كل المقادير عندنا هون بالطريقه هاي، بنحركهم. عندنا هون مي، طبعا هاي العجينه ولا زيت ولا اي اشي، بدها بس المقادير اللي حطيناها الناشفه، ومي دافيه للعجن، دافيه اللي هي بمقدار دفاوه، ما تكون سخنه ولا تكون بارده. وبنبلش بندير شوي شوي المي وبنعجن. طبعا حتقولوا خالتي مشادي ليش ما بتستعمليش العجانه؟ انا بحب استعمل كل اشي يدوي وتقليدي عشان تكون الطريقه بسيطه وسهله للجميع، ما يكون فيها تعقيدات للناس اللي بتحب تعملها وما فيش عندها عجانه تقول لا هيك مش هنعرف نعملها. لا، احنا بنستعمل الطريقه للجميع سهله. وبنضيف المي بالتدريج، وبنضلنا نعجن لما تتماسك عنا العجينه. كل ما نحسها بدها مي بنضيف لها بالتدريج عشان ما تصير معانا مرة واحدة نلاقيها صارت يعني مرقة العجينة. بالتدريج بنضيف. طبعا احنا بنعرف عادة يعني كل كيلو طحين تقريبا بده 3 كاسات ونص مي، عشان اسهلها عليكم، بس انا عشان بشتغل بالعين بس هي 3 كاسات ونص مي تقريبا لكل ظرف طحين. وبنكمل العجن، بنضلنا نعجن عنا لحد ما تبلش تتمسك. طبعا شوفوا كيف عجينتنا بلشت تصير. هلا شوفوا بتحسوا انه ممكن مش قادرين تسيطروا عليها، يعني انه دبقت شوي في ايدكم، فانا بخلي دائما جنبي صحن فيه شوية طحين. شايفين كيف منه انا بقيم الزوايد العجينة العقيدة، ومنه أنا كمان بمسك العجينة بقدر أسيطر عليها. يعني ما بنحط كميات كبيرة، بس إشي بسيط يعني هيك، يعني بس إشي اللي نقدر نسيطر على العجينة. بنضلنا نعجن لحد ما صارت عجينتنا عنا بالشكل هذا. هيها يعني لا بتدبق يعني بالإيد ولا جامدة كتير، تكون معقولة اللي نقدر نتعامل معاها. وبهيك صارت عجينتنا جاهزة عشان نقطعها ترتاح. وهلأ بدنا نقطع عجينتنا. طبعا أنا عندي زيت الزيتون، جبت سدر برشه بكمية منيحة. تقولوا ليش كتير زيت الزيتون؟ بس هاي الأكلة سر فيها إنه هي بتكون كلها زيت زيتون. بنعبي هيك زيت زيتون، وبنجيب العجينة وبنبلش نقطع طبات عنا بالحجم هذا، هيك طبات كبيرة. بنحط هيك بزيت الزيتون. مش مهم حجمها على فكرة، لو طلعت كبيرة شوي أصغر مش مهم، يعني إنها لأنها في الآخر حتنفرد وحتتقطع يعني قطع صغيرة. هاي عجينتنا هيك خلصت، ودهنتها كلها بالزيت وتركتها
عبال ما ترتاح واروح اجهز الخطوه الثانيه اللي هي الحشوه. هلا شوفوا السبانخ انا فرمته وغسلته، بس بدي افرجيكم كيف بتعصر وبنجهزه للحشوه. انا خليت كميه قليله، انا عصرت الكميه قبل، بس بدي افرجيكم كميه انه كيف بتعصر. هلا بنحطه في وعاء غميق وبنجيب رشه ملح وبنبلش نعصره بالطريقة هاي. بده طبعا نضغط بقوة لبال ما تنزل المي منه، عشان هاي المي إذا ضلت في وراء السبانخ وبنحطها في العجين بتنزل في العجين بصير معجن، ببطل إنه في قرقشة، بصير طري العجين، برنخ من مية السبانخ. فهيك بننزل، شوفوا كيف المي بتنزل لما نعصره. بنضلنا نعمل فيه بالطريقة هاي، شايفين كيف المي نزلت؟ هلا انا عملت كميه قليله هون، انا مجهزه الكميه الكبيره قبل بس عشان افرجيكم. طبعا احنا عندنا هون 2 كيلو الطحين بنستعملهم تقريبا من 2.5 ل 3 كيلو سبانخ، حسب قديش انتم بتحطوا الحشوه. انا بحب هالحشوه كثيره في قلب العجينه، بس هم 2 كيلو تقريبا بدهم 3 كيلو سبانخ بالراحه، بعد ما ينفرموا ويتعصروا ويتجهزوا بدهم 3 كيلو. هلا عندنا هون عصرناهم وبنصفي منهم، شوفوا المي كيف، وبناخذ السبانخ بالطريقه هاي. وبعد ما عصرنا السبانخ وصار جاهز بالطريقة هاي، عنا البصل بدنا نفرمه. أنا حفرمه بالمفرمة سريع، أنا عشان بعيط من البصل عشان هيك بدي أفرمه بالمفرمة، ولا كان فرمت لكم إياه على إيدي. بس اسمعوا، مش بخاف من حماتي، الله يرضى عليها حماتي، والله هي اللي علمتني هاي الطريقة. فهيني بدي أفرمه بالمفرمة على السريع. حطينا طبعا إحنا بصلتين، البصل حسب الرغبة، أنا ما بحب كتير أكتر بصل. فرمنا البصل وبنديره على السبانخ. بعديها بنيجي عنا هون بنحط الملح. طبعا الملح بنحط تقريبا معلقة كبيرة وشوي صغيرة، وبندوقه، حندوق الملح تبعه لأنه حسب الرغبة، في بيحبوا ملحه ظاهر ملحه عادي، بس هو إجمالا بده معلقة ونص. وبنحط سماق بلدي، طبعا هذا اختياري، مش الكل بحب، بس انا بحب حموضته هو ما بغير الطعم، بس حموضته زاكيه في السبانخ. بحط لي هيك 3 معالق. وعنا الحامض اللي هو الليمون، انا عصرت 3 ليمونات، طبعا برضو حندوق، اذا بده حمض حنحط له. وطبعا عنا حبيب القلب زيت الزيتون، طبعا زيت الزيتون تقريبا بده، هي بنرش لنا رشه هيك. انا بحب زيت الزيتون كتير فيها الاكله هاي، لانها هي كلها زيت زيتون، يعني تقريبا بده الرطل كاسه زيت زيتون. وبنحركهم بالطريقه هاي ليتخربشوا. بندوق الملح والحمض، اذا بده ملح بنضيف له، اذا بده ليمون بنضيف له. وبنضلنا نحرك بالطريقه هاي ليتخربش كله في بعض. يا الله على الريحه، عن جد رهيبه. طبعا انتم فيكم على فكره تحضروا الاشياء هاي اذا بدكم تشتغلوه، يعني بالنهار مثلا في ستات بتشتغل، ممكن بالليل تحضر الحشوه والصبح تعجن العجينه وتبلش الحشوه، بتقدر تجهزها بس ما تحطش البصل عليها، تحط البصل بس ساعه تحضرها وتحطها بالثلاجه وبتقدر تشتغل فيها ثاني يوم عادي. بهيك صارت عندنا الحشوه جاهزه. بدي ادوق انا الملح والحمض تبعها. ولا اشي، الامانه مش عشان اشي، مرات بتطلع بدها شويه حمض بدها، بس هالمره هيك 100% ظابطه. هلا هون في عندي انا سيليا حفيدتي حبيبه قلبي، طفله صغيره ما بتاكل اللي بحرق، وطبعا احنا روح الشطه، بس بدنا نرفع لسيليا، نرفع لها، بدي اعملها صينيه صغيره لحفيدتي، للي عنده اطفال طبعا، او للي ما باكلوا اللي بحرق. بدي ارفع كميه عشان احشيلها شوي بدون شطه. طبعا هون بنيجي احنا النا اللي بحب اللي بحرق بدنا نحط الشطه. كم معلقه نحط؟ هاي 1، هاي 2، حط الثالثه يا شادي، حطي حطي وبهيك صارت الحشوه جاهزه. هلا بلش الشغل الصح. هلا بدنا نبلش نشتغل بالعجينه. هون عجينتنا صارت مرتاحة، شوفوا كيف ناخد قرص العجين وبنغرقه هيك بالزيت. طبعا أنا حاطة هون زيت إضافي، شوفوا كيف، هذا شغل ستاتنا، هذا شغل الستات الختيارات تاعون زمان، الله يخلي لنا إياهم العايشين ويرحمهم اللي توفوا. هلا بنبلش بالطريقة هاي. طبعا هون
كل ما كانت العجينة مرتاحة بترجعش هيك لساتها يعني نوعا ما. شايفين كيف بنمد بالطريقة هاي؟ شايفين كيف بتصير ترق معانا؟ هي طبعا لسه لا تكون هلا واحنا بنشتغل فيها بتكون مرتاحه اكثر، بتبطل ترجع هيك المرتاحه يعني بتبطل تلم، لما تفرد بتضلها على فردتها. شوفوا كيف بنرق بالطريقه هاي. طبعا لازم تمدوا على صدر يكون صينيه كبيره عندنا تكون. شايفين كيف؟ معلش لو مزعت هيك عادي. هلا بنبلش نتني هيك وبنرق وبنتني كمان هيك. هي ابدا مش صعبه، ديروا بالكم انتم يمكن بتفكروها صعبه بس كتير سهله. بنقسمها هيك بالطول وبنقسم عنا هيك. شايفين كيف اتقسمت؟ وبنيجي لحشوتنا كتير بسيطه وكتير سهله. بنحط طبعا الحشوه كل واحد بحط حسب قد ايه بحب، حسب الرغبة. طبعا هيك كل ما كانت طبعا الحشوة أكتر كل ما كانت أطعم وأزكى. بعد ما قطعناهم وحشيناهم سكرناهم شايفين ولا اشي بوقع منهم. شايفين ما في داعي نضغط ونعمل بس انه ما تطلع الحشوة منهم. وبنصفت بالطريقة هاي سهل ولا بهمه، يعني تقولوش انه طلع شكل مش شكل، لا 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 انتوا هيو فيكم تسكروا بالطريقة اللي بدكم اياها بس ما في داعي نضغط على اطراف نسكروا انه تقولوا بتوقع الحشوة لا لا ولا اشي. هي بالطريقة هاي بنصفت وبهموش لو كان ملزوز على بعض لانه ما بخمر ما بنفش زي المعجنات، لانه هذا احنا بنقول عنه فطير. بس انا بحط له شوية البيكنج باودر والخميرة البسيطة عشان ما يطلع كتير بقرش، يعني انا انتبهوا حطيت فيه انا اللي هو النشا عشان تطلع فيه قرشة زي الجلاش بكون هش. بعد ما خلصنا عملنا اول قطعة نرجع شايفين صفطناهم وبنرجع بنفس الطريقة ناخد قطعة عجين تانية. وشوفوا فيكم تحشوا كمان بطريقة أصابع، يعني بدي أعملكم واحدة بس إنه بطريقة أصابع، إنه ممكن تعملوها هيك زي الأصبع مش مربع، يعني بتصير زي الأصابع بالطريقة هاي. بس أنا بتلاقيني بستسهل على المربعات إنه طريقة أسرع، بس إذا بدكم تشكلوا بالطريقة اللي بدكم إياها. وعلى فكرة بتقدروا تحشوا هاي العجينة شو بدكم، بتحشوها لحمة السفيحة، بتحشوها جبنة بيضة. أنا عندي مرتشادي هيا بتموت على الجبنة. هلا أكيد حتقولي وين الجبنة؟ أول ما بتيجي وين الجبنة؟ ونانا عندي بتحب الزعتر الأخضر، فأنتوا فيكم تحشوا كل إشي بتحبوه. يعني هذه العجينة فيكم حتى جوز مع قرفة مع جوزة الطيب مع سكر وترشوا لها بالاخر قطر. بتقدروا كل إشي تعملوا فيها هاي العجينه. هاي زي عجينه الجلاش اللي هي زي البقلاوه بتكون هشه. وهلا هون بنصفط. طبعا انا حميت الفرن قبل ب5 دقائق 10 دقائق، حميته من تحت ومن فوق الفرن لانه بدنا نسويه من تحت ومن فوق، فحسب الفرن اللي عندكم. انا الفرن عندي بولع تحت وفوق، فانا مولعه من تحت ومن فوق. طبعا بحمر اول من تحت، بيكون في صينيه حاجز بين النار فوق وتحت، بعدين بطلع على فوق احمر. بفرجيكم انا لما ندخلهم الفرن، بس انه انا بفضل انه يكون الفرن يعني يعطينا حماوه من فوق ومن تحت على اساس ما يطلع ناشف كتير الفطاير السبانخ تبعتنا. وبهيك صارت اول صينيه جاهزه وعلى الفرن. زي ما حكيت لكم بقدرش ما اعملش اللي بجبنه، لانه عندي برضو ناس بتطلب الجبنه، عندي هيا وعندي برضو الزعتر الاخضر نانا، فهينا بدنا نحشي الجبنه. شايفين كيف حشيتها عشان اميزها. وبهيك بنفقد صينيتنا. شايفين كيف تحمرت؟ عشان هلا نطلعها لفوق ونحط لها النار نحمرها. اوبا بلش يتحمر بلش. طبعا التحمير هون انتوا قد ما بدكم بتحمروه، انا بدي اعطيه شويه تحمير زياده. واو واو هيك طلعت عنا صينيتنا جاهزه. واو
وهلا يا جماعه مع اللحظه المرتقبه من اول هذا الفيديو، زي ما انتم شايفين سبانخ صاروا جاهزين هون. هلا اجى وقت انه نسوي تيست للسبانخ، خلينا نفتح قطعه قدامكم. نشوف التيست ونشوف التقييم. قول لي في قرشان بقرش؟ طبعا الطبقه الخارجيه يا جماعه زي ما انتم شايفين من هون كيف بتقرش هيك. طبعا الحشوه من جوا خرافيه مع الشطه تطلعوا، فكتير الاشي خرافي. يسلموا ايديك حجة. تقييم 20 من 10. صعبة. اما هلا فالصينيه الثانيه صارت جاهزه معنا. طبعا الصينيه الثانيه عباره عن جبنه زي ما انتم شايفين. نانا يلا تيست. اوه شو سخنه هيك. سخنة لسه طالعة من الفرن. الجبنه جايبه. رهيب كتير زاكي. قد من 10؟ 10 من 10. 100 من 10. كمان نيالي انا لازم تجربوا، لازم تجربوا ومش صعب. وعلى فكره انتوا شفتوا كميه زيت زيتون بس كتير خفيف، خفيف زي الورق بتحسوه وانتوا بتاكلوه، لانه الزيت كله بنزل بالصينيه. طيب حبايبي والله بنتمنى تكونوا معنا وتعملوا تيست لهذا الاكل كتير زاكي معنا. على كل حال اعملوه عندكم على الانستغرام، وما تنسوا تبعتوا له الحجه مشادي على انستغرامها عشان تنشر لكم اياه على الستوري عندها. وبس والله حاليا بدنا نستمتع في الاكل، وبنقدر نحكي لكم مني ومن الحجه ومن نانا. بنشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.